بس انا كان احساسي ان انت كنت تستحق ان الحظ عندك يعني. فاهم. يعني ما كانش ينفع تطلع لنا كده من الماتش ده وتقول لنا ما انا متعادل مع الاهلي يعني هو كان ينفع عادي لا يعني هو كمدير فني هو كمدرب طبعا يطلع يقول لنا كده طب ما نسيبه بقى يا اخوانا الراجل ما الراجل كويس هو متصدر مش عارف ايه صداره وهميه. خلي بالك لان حتى على مستوى لو كنت تعادلت النهارده بيراميدز هدر 7 نقاط انت دلوقتي هدرت 10 بيراميدز انت هدرت 10 الاهلي هدر 9 متعادل هدرت 9 وبيراميدز هدر 7 فبقيت انت اللي مطالب تطاردهم. خلي بالك في الماتشات اللي جايه هل الراجل ده قادر يعمل رن اللي هو يكسب 5 6 ماتشات 7 ماتشات ورا بعض علشان يقدر يطاردهم؟ انا اشك كثيرا لانه لو كان يقدر كان فاز على الجونه. سيبك من ماتش الاهلي ده ماتش وارد فيه كل النتائج لو يقدر كان يفوز على الجونه بسهوله ويفوز على المحله بسهوله. بس انا اشك ان هو اللي جاي يعني يعني كان اداني الاحساس ده يعني من ضمن الباكج الخمس ماتشات بتاع المصري والاسماعيلي والجونه والاهلي والمحله كنت انا اقبل ان ماتش الاهلي يتحمل كل النتائج عادي بس كان بيبقى ده افضل من كده واتحمل ان يكسب الاربع ماتشات. كنت ساعتها اعيد زي ما احنا وقفنا بعد اول 5 ماتشات وقلنا نستنى ونقيم وكنت ممكن استنى عليه تاني لو هو زي ما بقول لك كده كسب الاربع ماتشات دول وماتش الاهلي اي كانت نتيجه بس كان شكل الزمالك يبقى كويس. ما جم بس خسر الكاس مصر من الاهلي بس احنا كنا نقول شكل الفرقه كان كويس. خسرت 2-0 مش 2-1 بس كان شكل الفرقه احسن ليك منظر يعني انت فاهم دخل فيك جون وفتحت الملعب بزياده فدخل فيك التاني في ماتش الكاس. انما النهارده يعني انت تلقيت هدايا وانت مش عارف تعملها.